تفتكر لما ترفع صورتك عشان تتحول لكرتون الصورة دي بتروح فين؟ اللي انت ما تعرفوش ان في ادوات من الذكاء الاصطناعي لما تاخد صورتك بتخزنها عندها بقواعد بيانات ضخمة جدا علشان تتدرب ال AI. يعني ايه؟ يعني ممكن تطلع وشك على صور إباحية أو صور مزيفة وانت مش داري. انت مش داري خالص، وده أكبر غلط. انت لما ترفع صورتك انت عارف انت بترفع لإيه. ما تخليش الترند ياخدك، ما تخليش اي حاجة تحصل لك وانت مش داري اصلا بأي حاجة. ما ينفعش ما ينفعش. هتلاقي نفسك يضغط عليك وكمان بيبتزك او بيبتزوك بمعنى اصح، وانت اصلا مش عارف ايه اللي بيحصل ورايح فين وجاي منين. مجرد صورة اترفعت، صورة واحدة اترفعت شقلبت لك حياتك. وفعلا ده حصل في 2023. حصلت في استراليا واحدة راحت رفعت قضية ابتزاز بسبب ان في حد بيبتزها بصورها، وان الصور دي اصلا هي ما تصورتهاش، مجرد لعبة خدت منها الصورة. شكرا. خدت منها الصورة ركبتها على صور إباحية، بالتالي بتتهدد بيها دلوقتي. ودلوقتي راحت رفعت قضية 2023 لما حاجة زي كده حصلت. بالتالي الشرطة ما قدرتش تعرف ان ده AI. الشرطة فكرها كله ان كل ده هاكرز، حد بيبتز، لكن مفيش حد اصلا. هو ماشين اللي بيعمل كل ده، ال AI بيعمل كل ده. وشك بيتحول لبيانات وبيتباع كأنه منتج، أو بيبتزك بيه أو بيبتزك انت بيه. ما تستبعدش تلاقي صورتك في لعبة أو إعلان أصلا من غير ما تاخد إذنك انت. احمي نفسك وما تعرفش حاجة. احمي نفسك، احمي نفسك كويس، وما ترفعش حاجة وانت مش مستعد انها تتسرب.